ونبدأ نغير كده ونشوف هنوصل ليه. تمام، فاحنا ممكن نغير في القيمة دي مثلا. طبعا تاخد اي افكت انا بشرحه، ما تدورش ورايا. الافكت اللي انا بشرحه مصدقني مش هتلاقي حد بيشرحه تاني. انت مالي ايدك ولا هنروح في داهية؟ عادي عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة نو ميديا مع محمد العاصي. أنا بنزل كل يوم 3 فيديو جديد بتكلم فيه عن التأثيرات في الأفتر إفكت، وبحاول على قد ما أقدر أتكلم عن الإفكتات المهمة اللي مفيش حد بيشرحهم، والشرح بيكون بطريقة مختلفة ومبسطة جدا. هتلاقي هنا بلاي ليست فيها إفكتات كتير مفيدة. لو استفدت منهم ما تنساش تعمل كومنت ولايك وشير وسبسكرايب عشان ده بيشجعني، وكمان عشان تشوف كل جديد. شكرا جدا ليكم، يلا نبدأ فيديو جديد. عزيزي انتظر، في نظرية مهمة جدا هقول لك عليها. اسمع بقى عشان انا واثق انك هتفكنا بعد النظرية. سمي وانت داخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد عن الإفكتات. فيلا بينا نروح الثقب الأسود على دماغنا بإذن الله. يا دم خفيف قوي. عملت ازاي دي؟ أولا هنعمل في الإفكت أند بريسيتس اسم الإفكت. تمام، زي ما أنت شايف كده هيطلع لنا الإفكت على طول. أول ما تكتب أول 3 حروف أو 4 حروف فيه هنبدأ ننزله على اللاير اللي عندنا، ونبدأ نشوف أشكال الإفكت المختلفة. تمام، زي ما أنت شايف أشكاله كلها مميزة، حتى هو هنا أسمائه غريبة كده شوية. المهم خلينا نفتح بقى نشوف إيه السيتنج اللي موجودة كلها. تمام، ونبدأ نغير كده ونشوف هنوصل ليه. تمام، فاحنا ممكن نغير في القيمة دي مثلا. طبعا افكت بصراحة انا بنبهر بيه. انا شايف يعني في اشكال حرفيا الشكل ده جامد، تحس فعلا ان انت في الفضاء او في ثقب اسود حاجة زي كده. قول لي بقى ازاي نعمل كي فريم في الافكت ده وهنحركه ازاي؟ يعني ايه الامكانية اللي موجودة فيه عشان نحركه؟ طبعا انت مش عارف يا صديقي. سؤال تاني، مين اللي قتل الله يرحمه علي بيه الكبير؟ مين؟ ما انت يا مين اللي قتله؟ والله ما انا يا استاذ. بقول لك ايه هو مين اللي قتل علي بيه الكبير ده؟ اكيد طالب من مدرسه تانية. فخليك معايا عشان تشوف للاخر. ونغير في القيمة بتاعت ده ونغير في القيمة بتاعت ده، ونبدأ نغير مثلا اللي هي الاكس ريل. نغير في الواي دي اللي هو ايه اللي تخش في العمق، ودي بتجيبها يمين وشمال كده يعني. ده العمق بتاعنا. فخلونا بس ايه نعمل كي فريم في اللي هي دي. تمام، نبدأ نعمل يو عشان نظهر الكي فريم بس، ونعمل كي فريم في الاخر عشان نشوف الشكل كامل وتكون الحركة بطيئة. نبدأ نعمل كي فريم التاني، ونبدأ بقى نغير في القيمة. عايزين نغير في القيمة إلى أبعد حدود. هي حاليا تقريبا ده العمق. والله شكله فخم بصراحة، يعني أنا شايف إن الإفكت ده جميل بصراحة، حاجة رايقة كده. وكمان يعني ممكن تحطه باك جراوند لحاجات كتيرة. ممكن ينفعك مثلا لو بتعمل زي ما انت شايف الإفكت بصراحة شكله جامد، تحس إن انت في ثقب أسود فعلا. المهم خلينا نجرب بقى الامكانيات التانية. طبعا انت الاوبشن اللي موجودة التانية، يا الله شايف الجمال يا ابني، عاش بجد عاش. عايزك تطبق ورايا عشان الحاجة دي لما بتعملها ايدك تبقى جميلة، وبعدين تخلي عندك ايه امكانيات اكتر في الافتر افكت وكده. انا عايزك طبعا تاخد اي افكت انا بشرحه، ما تدورش ورايا. الافكت اللي انا بشرحه مصدقني مش هتلاقي حد بيشرحه تاني. انت مالي ايدك ولا هنروح في داهية؟ عادي عربي. تمام، وعايزك بقى تعمل شير لاصحابك بقى وبتاع عشان ايه نوصل 200 سبسكرايب قريب ولا حاجة. تمام، شكرا لكل الناس اللي مش بتعمل لايك، الناس السالكة اللي انا عارفهم. يعني سمعت الفيديو عجبك اعمل لايك، مش هيزعلك في حاجة يعني. انا عارف ان الناس اللي مش بتعمل لايك دي ناس متربية جدا. ابني بيسمع كلام ابوه، واب عرف يربي ابنه كويس. ربنا يكرمه يا رب، يا رب.
فاعمل لايك يا صاحبي وخليك سالك. يا رب الافكت بتاع النهارده يكون عجبكم، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعني واللي بتسمعني، ويا رب اقدر افيد الناس بكل ما اقدر عليه. وان شاء الله انا والله بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الفيديو يطلع في اليوم بتاعه في الوقت بتاعه كل يوم 3 الساعة 6. فيا ريت الناس تشجعني، واي ملاحظة انت عايز تقولها يا ريت تقولها في الكومنتات. شكرا ليكم وشكرا لكل الناس اللي بتدعمني. وفي الختام خلونا نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. وان شاء الله في رمضان هبدأ انزل فيديوهات اكتر، تطبيقات على حلوة التطبيقات دي، تطبيقات على الافكتات اللي احنا خدناها كلها. هجمع كل 5 افكتات كده ونطبق عليهم تطبيق واحد، بحيث ان احنا نطلع منهم مشهد او اي حاجة كده يعني. باذن الله على قد ما اقدر احاول ان انا اخلي الحاجة احترافية وحاجة جميلة يعني، وبرضه في اقل وقت وبسهولة. السلام عليكم. ثانيا طلب اخوي يعني طبعا في 300 جنيه. لا طبعا يا فالح، امال ايه امر سعادتك؟ انتوا مزنوق واخوكم وشاب وبيكون مستقبله، يعني اقفوا جنبه ساعدوه، ما فيهاش حاجه.